يا صباح الفل. السلام النفسي ايه هو وازاي اقدر اوصله؟ السلام النفسي هو ان تكون حالتك العقلية والنفسية هادية ومرتاحة، لما اكون حاسس بهدوء وراحة طالعين من جوايا، ما كنش قلقان او متوتر على طول من كل حاجة حواليا. وفي الحالة دي بنقدر نتعامل مع المشاكل والضغوطات بطريقة هادية وفعالة، ونقدر كمان نستمتع بحياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية بشكل إيجابي. طيب إزاي أقدر أوصل للسلام النفسي؟ أول حاجة إن الواحد يقدر يثق بنفسه وقدراته. لما نثق في نفسنا ونقدر نفسنا ونقدر قدراتنا ده بيفرق كتير قوي. 2، ما نسعاش للكمال، محدش كامل، الكمال لله وحده، فلازم نتقبل إن مفيش حاجة هتتعمل 100% وتبقى تطلع كاملة 100%. 3، القرب من ربنا. شحن طاقتنا بالتواصل مع الله بيفرق كتير جدا جدا في سلامنا النفسي. 4، الامتنان. الامتنان هو قانون المتفائلين. لما نصحى الصبح ونحمد ربنا على كل نعمة هو مديها لنا وموجودة عندنا، ده بيفرق كتير جدا جدا في يومنا وفي نفسيتنا. 5، ابعدوا عن جلد الذات. جلد الذات مش هيجيب أي فايدة غير إن هو هيوقعنا ويحسسنا إن احنا ضعفة. 6، ابعدوا عن المقارنات والتفكير السلبي. المقارنات بتوقعنا، ودايما بتكلم في الحتة دي. أي مقارنة مع أي حد تاني عمرها ما هتحسسك إن أنت كويس، دايما هتحس إن أنت عندك حاجة ناقصة، ودايما بتحس إن أنت مش مبسوط. والتفكير السلبي بشكل عام أكيد أكيد مش هو أحسن حاجة. 7، يبقى عندنا ثقافة الاعتذار. ثقافة الاعتذار يا جماعة مهمة جدا. مهم ان انا لو غلطت اعتذر، ما كبرش وما عاندش. 8، الراحة والتأمل. مهم قوي ان اعمل لنفسي وقت في اليوم اقعد فيه هادي شويتين، اتأمل، اقعد افكر بهدوء مع نفسي. ده كله بيصفي الذهن بشكل كبير جدا وبيفرق خالص في سلامنا النفسي. 9، اكتب انجازاتي حتى ولو صغيرة. إحساسنا إن إحنا منتجين في الحياة بيفرق كتير في نفسيتنا. 10، البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي في بداية اليوم كمان بالأهم. في دراسات كتير يا جماعة ثبتت إن هو التواصل الاجتماعي، المواقع التواصل الاجتماعي كلها السوشيال ميديا بتعمل تأثير سلبي جدا جدا على نفسية الإنسان، وخصوصا لو صحي وأول ما صحي مسك التليفون. هنا بيوقع يومه، بيأثر سلبي جدا عليه، بيديله طاقات سلبية جدا جدا، وكل ده بيتخزن في العقل الباطن، فبيأثر عليا جدا جدا طول اليوم. السلام النفسي مش رفاهية، السلام النفسي أساس وحاجة مهمة. أكيد مش هنقدر طول الوقت نبقى عندنا سلام نفسي وهدوء وراحة، لكن لما نحاول نشتغل عليها ونحاول إن احنا نبقى أحسن ونوصل للسلام النفسي، هيفرق كتير جدا جدا في يومنا وفي حياتنا وفي اتخاذنا لقراراتنا. حتى هتلاقي نفسك قادر تفكر صح، تاخد قرارات صح، تبقى أهدى بكتير قوي قوي في التعامل مع أي حاجة حواليك.